عزيزي المشجع الجميل، في مباراة يعني بصراحة تزعل، مباراة يمكن أسهل مباراة وأسهل شوط للنادي الأهلي خلال الموسم. شوط أنت أصلا عملت فيه كل حاجة إلا إنك جبت جون قدام فريق متواضع، للأسف متواضع بشدة. في الشوط الأول كنت ممكن تخلص الماتش، ولكن أنت متخيل يا عزيزي إنك ممكن تيجي آخر الموسم وتقول أصل ماتش الداخلية ده هو ماتش ضياع الدوري؟ يعني انا مش فاهم. كان ممكن الداخليه فريق ما فاز غير ماتشين طوال الموسم، بس كان ممكن يعملها معاك النهارده ويتعادل معاك ويخسرك نقطتين مهمين جدا في الصراع على الدوري. نقطتين كانوا هيكلفوك كتير قوي في ظل بيراميدز المتصدر الجدول وما شاء الله ماشي ب 11 فوز متتالي وحاجه كده، انت مش مستحمل اي خساره لنقطه واحده. فانت تيجي النهارده تلعب بالاداء ده والسوق ده، انا مش فاهم. وهنا علامه استفهام برضو على مارسيل كولر وتساؤل غريب وعجيب. انا دلوقتي قدامي عبد القادر بيلعب كويس، لعب معايا ماتش الاتحاد وبنى بيه واتعمل بيه وعمل ماتش كويس جدا وبنيت بيه خطه لعب وكان رائع. كان الماتش اللي قبله رضا سليم كان اداؤه مش افضل حاجه وكان عليه انتقاد كتيره وكلنا طلعنا اتكلمنا في النقطه دي. اجي النهارده ابتدي برضا سليم وابتدي الماتش برضا سليم ويضيع لي كم الفرص الرهيب ده. اي نعم ما ضيعش هجمه صريحه، ولكن كان في هجمات واعده كان هو بيقتلها بفضل رعونته وادائه يعني الضعيف قوي. رضا سليم المفروض ان هو لاعب حريف، لاعب عنده افضل من كده بكتير، ولكن سوء الاداء ده المفروض ان انا قدامي واحد زي عبد القادر سايب ماشي كويس معايا والدنيا ده ودايس والدنيا جميله والدنيا حلوه، اسيبه يكمل. ولكنك ماتش وماتش الروتيشن مش عمال على بطال. يعني انا مش كل ماتش العب بتشكيل مختلف، اللاعب قبل ما ياخد فورمته بعد كده اريحه وبعد كده يلعب اريحه ويلعب هتبقى الامور صعبه شويه، خاصه مع اللاعب المصري ولاعيبه الاهلي. انت النهارده لما جيت ريحت زي واحد زي عبد المنعم، كله اشاد بيك يا عم ريحه. عبد المنعم استهلك سواء معاك او مع المنتخب وما فيش ماتش اللي بيلعبه تمام، بالرغم من المشاكل اللي عندنا في الدفاع والكلام ده كله، ولكن ريحه. لكن النهارده والدفع بيه رضا النهارده كان اداؤه مش افضل حاجه، وكان عبد القادر يمكن افضل منه، بالرغم من ان في الدقيقه 95 تقريبا عبد القادر مضيع كره ما تضيعش. بس في النهايه وقت نزوله من بعد الدقيقه 75 وقت ما نزل الماتش الربع ساعه ولا ثلث ساعه اللي لعبها ادى اداء كويس وعمل لك دفعه هجوميه كويسه. ايه السهل اللي انا بتكلم عليه في الشوط الاول؟ الشوط الاول انت حضرتك عملت بتاع حوالي 7-8 فرص المفروض ان هم يكون فرص مؤكده، والمفروض انك على الاقل منهم تجيب 3 اجوان، ده اقل واجب. يعني انت النهارده رايح بتبتدي بدايه كويسه بضغط كويس بانتشار كويس، اللعيبه الاستلام والتسلل كان كويس، ولكن الحته الاخيره دي احنا عندنا ايه؟ اللعيبه بتهنج بيجي لها ايرور. يعني واحد زي رضا سليم انت رايح في الدقيقه 5 ورايح وطالع بهجمه، تلعبها بالطريقه دي ليه؟ حاجه وحشه قوي، ويعني عدم تفكير ان انا هعمل ايه وهعرضها ازاي وهلعبها ازاي. مفيش اوحش من كده من رضا سليم. بعد كده بتروح بتبتدي تهاجم برضه حسين الشحات يمه تانية، تصويبه كهربا ايضا كانت في تصويبه بالامام. فاذا انت متنوع، ولكن طب فين الانهاء الصحيح؟ فين ان انا عايز الحنيه بتاعت ان انا لازم اجيب جول؟ مفيش. اللي في الدقيقه 19 وبدا النادي الاهلي اول هجمه واول باص حلو يتلعب، كرة رايحة كهربا يريحها بصدره حلوة قوي لقفشه اللي بيلم وبيشوت، هدف رائع جدا من محمد مجدي قفشه. بعد كده انت ابتديت تسيطر اكتر. بعد كده فريق الداخليه برضو خايف يخرج عن يعني مناطق دفاعاته وعايز يعمل هجمات مرتده، ما بيعرفش. انت مسيطر مهايم، والباص الكتير اللي كنت بتعمله كل شيء جميل، لكن فين بقى انهائك للهجمه؟ فين بقى انا عايز جون كمان اريح الدنيا شويه؟ ولكن مع اول هجمه في الدقيقه 43 اول هجمه انت متخيل، وهجمه مش اللي هي يعني مشكله خطوره، ولكن الكره اترمت في منطقه الجزاء بتاعت النادي الاهلي كده، راح لاعب الداخليه اللي بيلحقها قبل ياسر ابراهيم. بعد كده ياسر ابراهيم بيقوم شايله وضرب جزاء على النادي الاهلي ويسجل هدف الاول وهدف التعادل لنادي الداخليه، ويخلص الشوط الاول اللي انت استحواذك فيه تقريبا 75% مقابل 25% لفريق الداخليه، ولكن تخرج الماتش 1-1. يعني النتيجه مش معبره تماما عن سير المباراه، لكن ده بيرجع ليه؟ بيرجع ان انت عدم الحميه وعدم انهاء الهجمه بشكل صحيح. دي كلها امور بتخليك ان انت
تتحط في المواقف البايخه اللي زي دي. فريق زي الداخليه كان ممكن يعقرب الماتش عليك، وبالفعل الماتش كان بيتعقرب، ولكن انت الحمد لله وقدر الله ما شاء فعل ان السوليه جه ريحك في الاخر. ابتدينا بقى الشوط الثاني حلو، انزل بقى الشوط الثاني العب بقى لعبي، اهاجم اكتر، في شراسه، تمام. ده كله تحسه في اول 5 دقائق بس. اول 5 دقائق تحس ان اللعيبه عاوزه تعمل حاجه، بعد 5 دقائق تحس ان هم فضوا مكن. طب ايه؟ مفيش. فريق زي الداخليه بدا ان هم يتكتلوا في مناطق دفاعاتهم، وبدا يلعبوا على الهجمات المرتده اللي كانت على استحياء، يعني ما كانتش هجمات مرتده كمان تذكر، ولكن لا برضو كان ممكن تفلت في واحده ولا حاجه، ولكن انت مسيطر مهيمن عامل كل حاجه، بس مفيش اي جدوى، مفيش اي لعب. حتى الحميه والدفعه ما تلاقيتهاش عندك بعد 5 دقائق من الشوط الثاني، علشان في الدقيقه 62 مارسيل كولر يتدخل ويقوم ساحب الشحات وينزل موديست، وساحب كريم فؤاد ويقوم منزل كوكا، عشان كوكا يلعب باك شمال، وهنا يخلي كهربا يلعب جناح بديل مكان الشحات، ويلعب بمودست راس حربه. وبالفعل مودست بيلعب وبيأدي، وبيروح بيحمل اسيست من كرة عرضيه بيريحها حلوه قوي 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 لكهربا. ولكن كهربا يمكن دي كرة افضل كرة جات له. يا كهربا خلص انت الماتش اللي فات جات لك 3-4 كور جبت منها كوره، هو انا بقى لازم يجي لك 3-4 كور او 5 كور عشان تجيب منها كوره؟ يا كهربا ما ينفعش، لازم في مباراه لازم انك تخلص فيها من بدري، من انصاف الفرص لازم الكوره دي تخلص. كوره زي دي كانت تريحك تماما، ولكن تعدي وتمر، عشان بعد كده مارسيل كولر برضو يتدخل بتغييراته ويقوم ساحب رضا سليم وينزل مكانه اخيرا عبد القادر، ويسحب قفشه وينزل مكانه السوليه عشان يبدا يضغط اكتر، لان هو مش محتاج قفشه في الحته دي، لان انا مش محتاج احضر لعب، لان قدامي فريق انا بلعب في منطقته تماما وما بيخرجش، فانا بقى مش محتاج حد يبني هجمه زي قفشه. خلاص انا محتاج واحد زي السوليه يقدر يقطع لي في الهجمات المرتده ويقدر يساعدني بالفعل في الشق الهجومي. وبالفعل ده حصل. بعد التبديلات دي قدر السوليه فعلا يعمل كوره ثرو باص لموديست، ولا اروع ولا اجمل، لكن موديست ما احسنش التصرف فيها، لكن كوره كانت حلوه جدا. وبعد كده مارسيل كولر يقوم ساحب بقى كهربا، انا مش في حاجه ليه، وينزل طاهر محمد طاهر عشان كهربا ما اداش الشغل اللي هو كان عايزه، فقال لك انزل طاهر. بالفعل بعد دقيقه من نزول طاهر محمد طاهر، الى ان كوره عرضيه من امام عاشور بعد هجمه للنادي الاهلي وضربه ركنيه واتلعبت بسرعه، يقوم امام عاشور ياخد الكوره يلعبها عرضيه بشكل كويس جدا، ترتد من الدفاع تروح للسوليه اللي بيشوطها بتخبط في الدفاع وتغير اتجاهها وتخش هدف النادي الاهلي، هدف الثاني وهدف التقدم وهدف يريح جماهير النادي الاهلي كتير قوي، لان ماتش زي ده كان ممكن يوديك في حسبه بيرما، وكنت ممكن يبيع عليك الدوري، وتيجي بقى تقول اصل الداخليه ضيعت على الاهلي الدوري. يا نهار ابيض للدرجه دي يا جدعان؟ مع احترامنا لفريق الداخليه، ولكن هو فريق متواضع جدا. انت هنا في حاجات غلط بتحصل في الفريق. انا لازما في البدايه يا جماعه لازما اضغط، لازما استغل الضغطه واستغل البدايات، استغل ان انا اجيب جون والتاني والتالت عشان خاطر الفرق اللي بتلاعبني بتكتلات دفاعيه دي تتفك عني وتبتدي ان هي تهاجم وابتدي العب ماتش كويس. لكن طول ما هم بيدافعوا وطول ما هو الماتش 0-0 او متعادل 1-1، هم ده كله بيفضل يسير لك الامور عشان في الاخر ياخد اللي هو عايزه. لعيبه الاهلي لازم تركز اكتر من كده. بيراميدز متصدر الدوري وفارق عنك، واي خساره لبونت واحد هتفرق وهتضيع الدوري منك. لازما ولا بد ان انت تكون مركز اكتر من كده. ومارسيل كولر لازما يقعد مع اللعيبه قاعده ويعالج حته انهاء الهجمه دي، لازما تتعالج بشكل كويس. والسؤال اللي انا سالته يمكن سالته الفيديو اللي فات بعد مباراه الاتحاد، امتى هيكون عندنا هداف فرود يجيب اجوان؟ انا مش عاوز الفريق كله يجيب اجوان، هي حاجه حلوه ان الفريق كله اي لاعب بيجيب اجوان، بس فين التميز؟ انا عايز لاعب كده يجيب لي 30 جون 20 جون، يعني حاجات كده ايه، ياخد هداف الدوري. احنا بقالنا كتير قوي في النادي الاهلي مفيش لاعب طلع هداف الدوري من الاهلي، انت متخيل؟ فدي كلها ثغرات المفروض ان مارسيل كولر يقعد مع اللعيبه ويحاول يحلها في الحته الفنيه. وايضا على اداره النادي الاهلي لازم تشوف مهاجم يسند الدنيا دي شويه في الانتقالات الصيفيه باذن الله. في النهايه يا صديقي ما تنساش تقول لي رايك في التعليقات في المباراه، اعمل لايك وشير للفيديو، لو مش تابعنا دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.